تمكنت سيدات النادي الافريقي في كرة اليد من احراز لقب البطولة العربية بعد تعادلهم في الجولة الاخرى مع نادي مجمع النفط الجزائري 25-25. كيف ما قال رئيس النادي هذا توا وقت التتويجات. بدينا ماكريتو الباسكيت، بعد الهوند رجال، توا الهوند البنات. هذه عندها عامره ومن اللي رجعنا الفريق. زميلات رجاء التومي بدايتهم كانت قويه في المباراه ورفعوا في الفارق حتى 5 نقاط، الا أن الجزائريات تمكنوا من اختطاف نقطة التعادل، وهي النتيجة اللي أعطت اللقب لسيدات باب جديد اللي رجعوا للنشاط بعد 20 سنة من حل الفرع. الحمد لله يا ربي ربحنا، تعبنا ما مشاش خسارة، جرينا عليها التيتر هذايا من عندنا 3 شهور نخدموا عليها، والحمد لله يا ربي وصلنا للي لوجوا عليه. صحيح تعبنا وخذينا سكور من الأول، عثرات ما الحمد لله خرجنا منها لاباس وهزيناها. بعد كما قلت 20 سنة و23 سنة ما هزيناش حتى شيء، يعني بداية باهية وكما عملوا الأولاد أو تبعناها، وإن شاء الله تكون يعني موسم باهي لنا احنا وباهي لكرة اليد النسائية. وفما توا فرق كما النادي الافريقي كما المهدية كما الساحة كما ريانا ينجموا يعني يكونوا ملاعبية باهيين نقاوم في المنتخب، وهذا المهم. احنا الجمعيات نخدم المنتخب باش كانوا ولاد باهيين باش نجم المنتخب نتاعنا اللي هو بطل افريقيا يقعد ويفوز بالبطولة الافريقية ونجم يمشي للجوز اولمبيك ان شاء الله.